عربيات مستعمله من 300,000 ل 500,000 جنيه. ومعلش يا حبيبي هتنزل بسقف توقعاتك معانا شويه، عشان المبلغ ده لو انت شايفه ضخم فهو مش هيجيب لك برضه العربيه اللي نفسك فيها. عندك الافيو من 2015، ودي طبعا ما اعتقدش ان في حد عاقل ممكن يجيبها. البيكانتو 2013، ودي تجيبها لو انت راجل رايق بقى وبرنس، هتجيبها لبنتك تروح وتيجي بيها من الجامعه. عندك الكيا سول من 2010 ل 2013، العربيه دي محترمه قوي وعليها سحب عالي قوي واداء متميز، بس تعتبر برضو مفيش فيها شنطه نهائي. الكارنز من 10 ل 13، الكارنز عربيه ضخمه وكبيره ومساحتها واسعه، بس بتنزل بموتور 1600 على حجم ووزن العربيه، فالعربيه هتاكل معاك بنزين. عندك السيراتو من 2010 ل 2013، عربيه حلوه بس وانت بتجيب ركز في ال 2011 فيما فوق، عشان ال 2010 بتنزل بفتيس اوتوماتيك 4 غيار، وال 2011 بتنزل بفتيس اوتوماتيك 6 غيار، فانعم معاك شويه في المشي. الكوبيه من 2010 ل 2013 برضه، وخليك برضه من 2011 لفوق عشان تاخد الفتيس الستة غيار. التيبو الفيات تيبو ال 2019، البي ام دبليو الاي 90 من 2007 ل 2011، ال 316 وال 318 وال 320، والبي ام بالذات تكشف عليها زي ما يكون هتكشف على عيل من عيالك، عشان لو لبست في واحده فيهم هتبقى زبون في اي بي عند الحرفيين. الاكسنت الار بي من 2014 ل 2019، الانترا الاتش دي من 2017 ل 2019. وعاوز اعرف مين البني ادم اللي عمل من العربيه دي اسطوره. العربيه دي يا جدعان لا اسطوره ولا اي حاجه. في ال 2008 و 2009 كانت عربيه محترمه جدا، انما دلوقتي ادفع فيها المبلغ ده كله مقابل ايه؟ العربيه دي اخرها فرامل اي بي اس و2 اير باج، غير كده مفيش فيها اي رفاهيات ولا اي سيفتي. العربيه لحد دلوقتي بتنزل بفتيس اوتوماتيك 4 غيار، فاقنعني اجيبها مقابل ايه؟ الانترا الام دي ل 2011 ل 2016، والعربيه دي عربيه كبيره مساحتها واسعه قوي من جوه، والشنطه ملعب كوره، بس لو انت من النوع اللي بيسافر كتير وبتحب الجري على الطريق فهي مش ثابته نهائيا على الطريق. الاي 10 ل 2014، الشارك من 2013 ل 2015، ايفولوشن الغلابه، اللوجان ال 2017، والسانديرو ال 2016، والستيبوي 2017، السيفيك من 2008 ل 2013. والعربيه دي تعتبر فخر هوندا في انتاج العربيات، وده يعتبر احسن موديل عملته هوندا في تاريخ حياتها، وده طبعا وجهه نظري الشخصيه. العربيه دي مشكلتها الوحيده انها واطيه على الارض قوي، عشان عفشتها دبل وشبون عفشه رياضيه، فالعربيه تعتبر واطيه قوي، ولو انت حملتها معاك ناس كتير فهي هتحك منك في المطبات. النيسان الصني من 2016 ل 2021، وما اعتقدش ان في حد عاقل ممكن يدفع في الصني المبلغ ده. السنترا من 2017 ل 2019، والنيسان الجوك من 2012 ل 2015، والجوك مساحات ورا فيها تعتبر ضيقه قوي، بس هي عربيه قدام حلوه، وشكلها كمان يعتبر حلو قوي بالنسبه لناس كتير. وعندك بقى العربيه البشواتي، الجيب ليبرتي ل 2004 ل 2007. العربيه دي بشواتي قوي، بس خلي بالك هي تعتبر موديل قديم، وتخلي بالك برضو من استهلاك البنزين فيها هيبقى عالي.